السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثالث الثانوي. طبعا الأزهر الشريف. معانا طبعا امتحان لغة إنجليزية لقسم طبعا العلمي. مع بعض النهاردة عايزين طبعا نخلي بالي من الأسئلة اللي موجودة معايا وإزاي أقدر أتعامل مع سؤال الامتحان. نبدأ مع بعض. vocabulary and structure، طبعا الكلمات والقواعد. نمبر 1 بيقول لي طبعا مازن is of his bad health habits. view منظر أو value قيم أو victim أو villain اللي هي طبعا معناها الإقدام عندي اللي هو متمرد أو شيء. طبعا لا، أو الإجابة عندي طبعا تبقى victim اللي هي طبعا معناها ضحية للباد health habits. طب نمبر 2، how long كام المدة your office. طبعا بتاخد مدة زمنية أو فترة زمنية. بستخدم عندي زمن ال present perfect continuous، زمن المضارع التام المستمر. هي طبعا نمبر بي الإجابة الصحيحة اللي موجودة معايا. heavy objects are lifted with. طبعا الأشياء الثقيلة بترفع بواسطة lever اللي هو طبعا الرافعة أو الحاجة اللي موجودة معايا. طبعا مش تلسكوب، طبعا مش سمارت فون، طبعا مش فاكيوم كلينر اللي هي طبعا آلة قص العشب، لا طبعا. my father asked me be back later than then. يبقى طبعا طبعا والدي سألني إن أنا إيه أرجع ثم بعد 10 إن أنا لا أرجع not to في الدايركت والاندايركت. طبعا في الجمل اللي عندي الأمرية إن هو طبعا ألا وطبعا بحط to الفعل عندي طبعا هنا في المصدر. My bedroom is a real mess. غرفة نومي حقيقة أو حقا فوضوية. I can إيه ولا must ولا shouldn't ولا could. أنا دي حاجة قرار لازم أعمله أو قرار أساسي، يبقى أستخدم عندي طبعا عندي must هي الإجابة الصحيحة. The new policies aim to support. طبعا الحاجات الجديدة أو الأشياء الجديدة للضبط أو الخدمة بتهدف إلى الإيه؟ الكوميونيتيز. في دي طبعا كلمة مهمة جدا عندي في النموذج الاسترشادي اللي معايا. الكلمة طبعا هستخدمها كلمة marginalized اللي هي طبعا المهمش أو المجتمعات المهمشة علشان تدعم المجتمعات المهمشة. The sonar device جهاز السونار كان إيه طبعا movement under water تحت سطح المياه. miss يفقد effect يؤثر detect اللي طبعا هي detect الإجابة عندي الصحيحة، ألا وهي طبعا كلمة عندي علشان أقدر أجيبها اللي هي طبعا أكتشف أو أعرف إيه اللي موجود تحت المية. swim هي طبعا يعوم، طبعا مش هينفع. I got something our grass. طبعا جوت هنا بستخدم في القاعدة دي اللي هي بتاعت هاف السببية. قاعدة هاف السببية طبعا لو عندي حاجة عاقل هاف بيجي وراها طبعا مفعول عاقل وما بستخدمش معاها تو. طيب استخدام جوت لازم احط وراها طبعا تو المصدر. الحالة الوحيدة اللي بستخدم فيها جوت عندي يبقى الإجابة الصح طبعا هي تو كت. after that wars الحروب had effect on the economic stability على الاستقرار الاقتصادي. هل هي كارثة؟ هل هي ديستريز؟ هل هي جلامريوس؟ هل هي جلاميور؟ يبقى هي طبعا هي كارثة، وأنا عايز هنا طبعا عايز صفة، مش عايز الاسم. يبقى الصفة اللي موجودة معايا عندي disastrous. يسرى wondered، يسرى تساءلت. if the story the day before لليوم الذي قبل. طبعا لما باجي احول الجمله طبعا عن طريق الجمله الاستفهاميه اللي موجوده عندي هنا لازم احط الفاعل موجود بعد طبعا if، وبعد كده بحول الجمله لزمن الماضي اللي موجود معايا وحدث وانتهى في زمن الماضي. استخدم معايا طبعا الإجابة الجملة I had read اللي هو نمبر C. نمبر 11 هالة lost here and couldn't get on the plane. يبقى هالة فقدت إيه and couldn't get on the plane ولم تستطع أن تدخل إلى الطائرة طبعا. يبقى عندي طبعا البوردنج باس مش الباسبورت. البوردنج باس مفيش طبعا باسبورت. بوردنج باس اللي هي تذكرة الدخول إلى الطائرة. midnight. نمبر 12 midnight شهاب had returned home. طبعا عندي استخدام طبعا للماضي، ولما باجي استخدم كلمة ايه عندي علشان توضح لي ان مع طبعا
الكلمة اللي باستخدام زمن عندي هنا present perfect، زمن المضارع التام اللي هو بيتكون من have من had والباست participle. والإجابة عندي طبعا هتبقى كلمة باي midnight اللي هي معناها نقطة الاتصال أو نقطة وصول على طبعا معناها منتصف الليل بواسطة أو في ساعة منتصف الليل. شهاب طبعا كان راجعا إلى المنزل. 13 he works at the farm. طيب هو بيعمل في الفارم. خلي بالي عندي مفكرة ومنتجات ألبان، سالري راتب، بوليسي طبعا الضبط. قال لي طبعا كلمة منتجات الألبان فأقول عليها ديري. ديري في دايري وفي ديري. ديري اللي هي طبعا عندي منتجات الألبان نمبر بي. 14 an important message رسالة هامة to my father yesterday. طيب الرسالة هامة هنا طبعا الجملة عندي هنا an important message. الرسالة دي عندي هي اكتف ولا باسيف؟ قال لي الرساله طبعا مش هتبقى موجوده اكتف لان هي مش بيقوم بفعل حاجه هنا، تبقى عندي طبعا المفعول. لو هنا هستخدم عندي اكتف هي الاوبجكت. الاوبجكت اللي هي طبعا عندي المفعول. الاوبجكت دي مهمه جدا اللي هو المفعول. طب المفعول لما بستخدمه هنا عندي المفروض ان انا استخدمه معاه ايه؟ قال لي بستخدم مع المفعول التصريف مع الماضي استخدم ووز وير والباست بارتيسيبل، يعني ووز وير والتصريف الثالث الفعل. قال لي طبعا استخدم نمبر سي اللي هي عندي ووز ديليفرد. 15 you not will get you into the trouble. طب ايه الحاجه اللي بتضعك في مشكله؟ هي priority الاولويه، curiosity الفضول، superiority and majority. قال لي الاجابه عندي طبعا curiosity الفضول. دي حاجه طبعا نمبر بي هي الحاجه اللي بتخليني بيحصل لي فيها مشاكل. طيب after that 16 you have to work harder مع have to. والجملة اللي موجودة معايا هنا لازم ابقى مخلي بالي منها كويس جدا. ده عندي في زمن المضارع، المضارع البسيط اللي هي طبعا have to. طيب المضارع البسيط لما باجي انفي هنا عندي استخدم هنا ايه؟ haven't you. قال لي غلط. haven't you غلط. فالإجابة الصح هنا مع الزمن أو الجملة اللي موجودة معايا الإجابة طبعا تبقى عندي don't you. الإجابة الصح طبعا مع don't you لأن هو بيستخدم في زمن المضارع طبعا البسيط، لأن طبعا هنا بستخدمها كأوكسيلري فيرب اللي هو الفعل المساعد. اوكي افتر ذات. هنا بيقول لي طبعا الريرايت عندي بيتكلم على جمل اساسيه وحاجه ازاي اقدر اتكلم عليها واقدر احولها للحاجات اللي موجوده معايا. طيب قال لي بيقول لي اتس ستارتد في الجمله اللي موجوده معايا raining 2 hours ago انها بدات طبعا تمطر منذ ساعتين. يبقى اتس طبعا لما بتيجي تمطر في خلال الساعتين اللي موجوده معايا احللها عندي ازاي؟ قال لي طبعا انا بستخدم it has. يبقى لما بستخدم الجمله طبعا مع كلمه it has ازاي اقدر احطها عندي علشان اقدر اخلي الجمله اللي موجوده معايا واستخدم طبعا فيها it والاساس اللي موجوده معايا هنا عندي في اول الجمله الاساسيه. قال لي انت لما بتحط الجمله اللي موجوده معاك انت لازم تبقى عارف كويس جدا تقدر تعمل ايه، لان هنا طبعا الجمله عندي ماضي. الجمله عندي هنا في زمن الماضي. طيب في حاله الجمله عندي في زمن الماضي وعندي طبعا استخدامات هاز اقدر اجيب الجمله اللي موجوده معايا ازاي؟ قال لي طبعا انت هتحط الجمله الاساسيه وتقدر تجيب الحاجه اللي موجوده معاك كعاقل. طيب هل هو عايز يبدا بيها في اول الجمله؟ قال لي طبعا الا وهي الجمله الاساسيه هنا ريننج طبعا ستارت بيجي وراه الفيرب مضاف له اي ان جي واقدر احللها عندي وابدا بيها. قال لي طبعا هنا بيقول لي it has been raining يبقى طبعا ابدا بإت اللي موجوده معايا. it has it has وبعد طبعا has بحط طبعا عندي زمن المضارع التام المستمر يبقى بتكون it has been raining. هو بس عايز يحط لي كلمة has هنا raining. it has been raining 2 hours 2 hours 2 hours for 2 hours. طيب حاجة مهمة جدا أنا عايز أقول جملة مهمة. أنا هنا عايز أقول في استخدام for يبقى it has هنا been raining كده يبقى أحط الإجابة طبعا عندي الصح it has been raining
for 2 hours. It has been raining for 2 hours. ليه؟ لأن طبعا الجملة عندي في المدة بتاخد عندي طبعا 2 hours مع has been والفعل مضاف له ing and it's still going raining. طيب after that number 2 I blame you for wasting your time. أنا بلومك على تضييع الوقت وعايز أحط كلمة shouldn't. طيب احط كلمه shouldn't ازاي؟ وطبعا كلمه blame هي اللي بتساوي كلمه shouldn't. لا ينبغي، لان blame معناها يلوم. يبقى الاجابه طبعا عندي shouldn't you shouldn't have wasted. you shouldn't have طبعا لو عايز احط الفعل المساعد، الفعل الناقص اللي موجود معايا هنا عندي your time. الإجابة ليه؟ لأن طبعًا عندي blame بتساوي عندي طبعًا you shouldn't. Number 3 when a fireman left the office the fire had been put out. طيب till قبليها طبعًا في الجملة اللي موجودة معايا في زمن الماضي وعندي طبعًا ماضي تام. يبقى طبعًا till أستخدم قبليها في حالة عندي till الماضي البسيط المنفي. يبقى عايز أقول طبعًا هنا the fire من رجال المطافي didn't leave لم يغادروا the office until. خلي بالنا ان until طبعا بتيجي في نصف الجمله، وطبعا عندي the fire had been put out. طبعا معناها هنا يعني الانطفأت put out لغايه لما الحريق انطفى. طيب number 4 بيقول لي this is a device that saves time. هنا الجملة اللي موجودة معايا this is device that saves times. هو عايز يعمل ايه هنا؟ قال لي طبعا عايز الغي طبعا الرابط اللي موجود معايا واعمل ايه؟ الجملة تبقى عندي طبعا this is a time علشان احولها طبعا لجملة مفرد this is a time. نعمل عندي داش saving device. Okay. After that let's complete the reading comprehension عندي طبعا مهمة جدا، وازاي اقدر اتعامل معاها. هنا بيقول لي scientific researcher is a systemic way of studying the world to discover new knowledge. Scientists use research to understand natural phenomena and solve problem. The process usually begin with a question or a problem that needs investigation. Next, the scientist forms hypothesis. طيب عايزين نعرف يا شباب معنى طبعا كلمة hypothesis، لأن طبعا الكلمة اللي موجودة معايا هنا هي نوع من أنواع الحاجة اللي موجودة طبعا للعلماء بتقدر تعملها عندي طبعا بطريقة أو بحاجة موجودة معايا. طبعا كلمة hypothesis معناها الفرضية. يعني لو عايزين نعرف الكلمة اللي موجودة معايا هنا طبعا هي كلمة فرضية which is possible explanation، اللي هي طبعا ليها إمكانية explanation، إمكانية الشرح that can be tested after that. وبعد ذلك experiments التجارب or observation طبعا الحاجات اللي احنا observation الافتراضيات للعلماء طبعا اللي موجودين عندي are carried out to collect data علشان يجمعوا الداتا. The data are then analyzed بتتحلل carefully to see where the hypothesis is correct or not. Another important step in scientific research is reviewing the results. Scientists discuss their findings with other experts who carefully check the research. This process is called peer review. تسمى طبعا معدل او فير. ايه بقى الجمل اللي موجوده طبعا معايا هنا؟ الكلمه peer review also helps scientists to improve their work and correct any mistakes. Finally وفي النهايه scientists العلماء share the results النتيجه
which other through reports اللي هي طبعا فيها عندي reports، تقارير articles or presentation العروض التقديمية، scientific research البحث العلمي and important وده مهم because it helps improve تطور technology medicine طبعا التكنولوجيا أو الطب and our understanding of the university. طيب أول سؤال عندي هنا بيقول لي What is the scientific research؟ scientific research ايه هو معناه البحث العلمي؟ is a systemic way، يبقى الإجابة طبعا عندي number 1 مهمة جدا. is a systemic way هو system أو طريقة of studying the world and discover a new knowledge، هي دي الفكرة أو المعنى، يبقى هي طريقة لدراسة العالم واكتشاف المعرفة. طيب دي طبعا number 1. Why do scientists conduct research؟ بتختتم إلى إيه طبعًا كلمة conduct research اللي هي طبعًا بتختتم أو بتستنتج الresearches اللي موجودة عندي طبعًا في الجملة. قال لي طبعًا بيعملوا إيه why do scientists conduct research because it helps to improve technology and medicine or understanding the universe. Number 3 how do scientists كيف العلماء test the hypothesis بيختاروا أو بيعملوا ازاي اختبار الهيبوثيس اختبار الفرضيات، يبقى which possible to explanation by after that experiment or observation are carried out and collect data وبيجمعوا طبعا الداتا. What's peer review considered بتعتبر an important step هي خطوة مهمة before publishing research، هي دي الخطوة المهمة اللي هي طبعا ل peer research. نرجع تاني للقطعة because it helps scientists to improve their work and correct any mistakes، لأن هي خطوة مهمة بتطور أعمالهم و and correct any mistakes بتصحح الخطأ. طيب scientific research helps people علشان يعملوا ايه طبعا؟ علشان يعملوا ايه الكلام اللي موجودة معايا waste time discover new knowledge ولا avoid studying ignore problems؟ قال لي الإجابة طبعا عندي discover new knowledge علشان يكتشفوا حاجات جديدة أو للمعرفة الجديدة. The first step أو الخطوة in research is usually writing reports كتابة تقارير publishing results ask a question buy an equipment. الإجابة طبعا قال لي طبعا ask a question إن أنا نسأل سؤال عشان أوصل للنتيجة أو الإجابة اللي موجودة معايا. scientists العلماء collect during experiment أثناء التجارب بيكونوا أو بيعملوا إيه؟ قال لي طبعا date اللي هي البيانات علشان يقدروا يكونوا معلومات ويقدروا يعملوا التجارب. number 4 scientific research is important because it's improved ده بيطور ايه؟ قال لي طبعا الإجابة بص رقم دي بص A and C اللي هي طبعا A و C. ليه؟ لأن طبعا هم هنا فعلا بيعملوا تكنولوجي and medicine و understanding the universe، يبقى الإجابة رقم A و C عندي صح. رقم A طبعا و C هي طبعا عندي صح، دي مهمة جدا. after that example of طبعا revelation الاسلامك معايا مهمه جدا. هنا بيقول لي سؤال مهم جدا، هنا بيقول لي what was عمر's greatest achievement؟ عمر's greatest achievement الإجابة عندي إيه هي؟ ما هي إنجازات عمر رضي الله عنه؟ قال لي طبعا الإجابة expanding، يبقى هنا طبعا يبقى he capital he is expanding. يعني ايه طبعا expanding؟ اللي هو طبعا معناها وسع او مدد the Islamic state الحالة الإسلامية the Islamic state في الايه؟ establishing the Islamic calendar عمل التاريخ and establishing تعمل كلمة طبعا establishing معناها أسس أو رسخ. establishing أسس أو رسخ إيه طبعا عندي the Islamic calendar the Islamic calendar. after that calendar طبعا معناها التاريخ calendar اللي هي طبعا التاريخ.
why do أبو دهر go to مدينة ذهب إلى المدينة after the battle of the trench بعد معركة طبعا ترنش. يبقى طبعا ال right answer he went هو ذهب to مدينة هو ذهب إلى المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. to stay close لكي يبقى بالقرب من stay close خلي بالنا من طبعا السبيلنج close to the prophet محمد إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم محمد. ليه؟ learn teaching Islamic directly علشان يتعلم منه learn teaching of Islamic علشان يتعلم طبعا منه تقاليم الإسلام بطريقة مباشرة directly. after that إمام أبو الجعفر الطحاوي is one of narrators حديث. طيب الإجابة عندي طبعا trust يثق ولا trust الجدير بالثقة knowledge معرفة. يبقى الإجابة طبعا عندي كلمة trust worthy هو طبعا الواحد الجدير بالثقة. فايدة السلامية اللي هي طبعا set up a school اللي هي في مدرسة التمريض مدرسة التمريض أو كلية التمريض طبعا هي الإجابة طبعا عندي nursing. Islamic gambling بيحرم القمار. كلمة gambling طبعا القمار يحرم. prohibited provides practice protects طبعا الإجابة عندي prohibits طبعا معناها يحرم. let's complete. عايزين طبعا نعمل الديالوج اللي موجود معايا هنا. بيقول لي طبعا في الديالوج ده حاجة مهمة جدا. نمبر 1 هنا بيقول لي طبعا الإجابة اللي موجودة معايا هنا good morning سارة is talking to Mona and she is telling her about something is really about what. first one how are you good morning I'm fine I'm fine. هنا عايز صيغة طبعا سؤال. هنا بتقول لها ممكن تقول لها أو أنت كمان عاملة إيه أو ما هي الأخبار أو ممكن أكتب الإجابة طبعا عندي هنا. نكتب الإجابة اللي موجودة معايا طبعا how about you too. how about you ماذا عنك أنت الأخرى. ردت عليها طبعا how about you عشان نوضح عندي طبعا الإجابة اللي موجودة عندي. how about you لا I'm good أنا كويسة. what are you doing at the moment ماذا تفعلين في هذه اللحظة. طب ردت عليها منى قالت لها إيه الأنسر طبعا هي بتقول لها when is your science. لازم أرجع طبعا الإجابة عشان أقدر الجملة اللي موجودة معايا أجيبها صح. قالت لها about your science exam فالإجابة الصحيحة عندي تقول لها I am studying for my science exam. أنا طبعا بذاكر إلى امتحان اللغة طبعا امتحان العلوم. Oh I see when is your science exam it's scheduled إنه مجدول for tomorrow morning جدوله بكرة في tomorrow morning. ردت عليها سارة that soon هذا قريب. do you feel prepared for it هل أنت مستعد ليه. after that not really ليس حقا يعني مش قوي. I think I'm not ready for it I still need a review لسه أنا عايز أعمل كمان مراجعة. would you like me to help you with anything ممكن تساعديني في أي شيء. that's would be great. هي طبعا عايزة هنا عندي في number 3 سؤال. هتقول لها إيه could you help me عايز أسأل سؤال ليه تلاقي of course let's study together. ممكن تقول لها إيه could you help me with a hard lesson هل تستطيعين أن تساعديني في هذا طبعا الدرس الصعب. could luxury verb أو الاستفهام الرئيسية. بعد كده you الفاعل help الفعل طبعا الأساسي help me. could you help me with مع this hard lesson مع هذا الدرس الصعب this hard lesson.
After that, of course, let's study together this hard lesson. Thank you together. Thank you. Let's thank you so much. وعندي طبعا الإجابة number 4. ممكن تقول لها I really appreciate it. Thank you so much. Thank you for helping me. أو I really أنا حقا appreciate. و appreciate طبعا معناها أنا حقا مقدرة الكلام اللي طبعا أنت عملتيه طبعا في المراجعة الصعبة اللي موجودة معايا. I really appreciate. Thank you so much. Okay. Let's complete. The rise in global temperature has become dominated contributor to the sea level rise over the past decades. طيب عايز احول لي من الانجليش للعربي. هنا بيقول لي طبعا the rise of global temperature. هنا الإجابة اللي موجودة معايا لما أجي أقولها لقد أصبح لقد أصبح لقد أصبح هو إيه اللي أصبح؟ طبعا اللي هي rise temperature. لقد أصبح ارتفاع أو الارتفاع أو أصبح ارتفاع عادي. دي صح ودي صح. في درجات الحرارة. الارتفاع في درجات الحرارة. ماله مهمة جدا موجودة برضو معايا. لقد أصبح الارتفاع في درجات الحرارة. ناخد طبعا نوسع مع بعض طبعا شوية. ماله العالمية. درجات الحرارة العالمية. ماله هو عايز هنا بيدومينيت كونتريبيوتر. كلمة دومينيت كونتريبيوتر هو معناها المساهم الرئيسي أو المسبب المهيمن. كلمة دومينيت معناها مهيمن. هو المسبب الرئيسي أو المسبب المهيمن أو هو المساهم الرئيسي. هو المساهم الرئيسي في إيه بقى؟ في ارتفاع منسوب مياه البحر. في ارتفاع منسوب مياه البحر. مياه البحر. افتر ذات على مدار الايه باست ديكيد. كلمه ديكيد طبعا معناها العقد. في العقد الماضي او على مدار العقد الماضي. على مدار العقد الماضي. اوكي دي طبعا الاجابه اللي موجوده عندي. طيب experts الخبراء avoid making unproven theories as science is built on facts. as science is built on facts. هنا بيقول لي يتجنب الخبراء وضع نظريات غير مثبته. لان طبعا avoid معناها يتجنب. يبقى يتجنب هنا avoid الخبراء جمله فعليه. يتجنب الخبراء ايه؟ وضع نظريات غير مثبته. وضع نظريات غير مثبته. ليه؟ وعلى النقيض as science لأن العلم ماله يبنى على الحقائق. خلي بالك هنا جملة مبنية المجهول في زمن المضارع البسيط ام واز وار والتصريف الثالث للفعل. لأن العلم يبنى. عشان كده وأنا بجاوب مهمة جدا. يبنى على الحقائق. اوكي طيب translate to English. الوسطية تعني التوازن والبعد عن التطرف في الدين في شتى مجالات الحياة. طيب عايز أقول التوازن أو الوسطية. الوسطية ليها كلمة مهمة جدا جاية من كلمة مودريت اللي هي وسط أو تواصل. تمام. يبقى عايز أقول وسطية حولها الاسم. أقول كلمة مودريشن معناها التواصل أو الوسطية. means balance بتعني means balance اللي هي طبعا الجمل الفاعل والفعل والمفعول balance. تمام. and stay away from extremism. and stay away balance and
staying والبقاء أو البعد عن away البعد عن from من التطرف. كلمة التطرف اسمها extremism extremism e x t r e m i s i m extremism اللي هي طبعا هنا في اي زياده نشيلها extremism طبعا للتطرف في الدين في شتى مجالات الحياه في شتى مجالات الحياه. افتر ذات يعني ايه في شتى مجالات الحياه؟ ان في الدين طبعا كلمه دين معناها religion in religion in religion after that بعد كلمة طبعا في الدين أعمل إيه عندي؟ وهو بيقول لي وفي شتى مجالات الحياة and all كلمة في شتى all مثلا all fields كلمة مجالات fields of the life of life في شتى مجالات الحياة of life على طول. تمام. دي طبعا كان أهم امتحان أو أهم مراجعة عندي طبعا دي اخر حاجه عندي طبعا في الترجمه. ونتمنى ليكم طبعا دوام التوفيق دايما والاساسيات اللي موجوده معاكم.